كيف تنظرون إلى الجدل الدائر حاليا حول تصرفات بعض المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء؟ أنتم بالنسبة لكم هو ملف يحتاج إلى مقاربة أمنية حقوقية أم ماذا؟ لا، اولا احنا المغرب عنده يعني طرح منذ اكثر من 10 سنوات، حوالي 10 سنوات، طرح استراتيجيه وطنيه ديال الهجره. وبالتالي كنظن على انه في النقاش الدائر اليوم يعني كاين هناك حاجه لتقييم الاستراتيجيه الوطنيه ديال الهجره من خلال التنزيل ديال هذه الاستراتيجيه والاثر ديال هذه الاستراتيجيه الوطنيه على الملف ديال الهجره وعلى المهاجرات والمهاجرين. المغرب كان عنده اختيار واضح انه فتح الابواب ديالو للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، خاصه القادمين من افريقيا والدول ديال جنوب الصحراء. هذا اختيار انساني بالاساس واختيار سياسي له ثمن له تكلفته. هذه التكلفه المغرب اليوم يجب ان يستعد لما هو قادم. هذا طبعا احنا كمنظمه المغرب لحقوق الانسان ما كاين حتى بلد يمكن يراقب الحدود ديالو بشكل 100% بشكل مطلق، وبالتالي ربما المشكل سيتعمق. هذا كيطرح واحد الاشكال استاذ نوفل، لانه كانت واحد الدعوات نقدروا نوصفوها بدعوات يعني راديكاليه على اساس باسم السياده الوطنيه بان الناس خاصهم يمشوا في حالتهم ويجب ترحيل هاد المهاجرين. مش ألا يخشى من الانزلاق خلال نقاش هذا الموضوع إلى خطاب ربما فيه نوع من العنصرية ربما والكراهية؟ وانا كنعتقد انه المغاربه من وجهة نظر حقوقية طبعا. وانا كنعتقد انه المغاربه في تاريخهم كانوا متسامحين مع الموضوع ديال الهجره. اولا المغاربه عاشوا الهجره الى الشمال، وبالتالي فاهمين ومستوعبين الهجره ماذا تعني الهجره، خاصه الهجره ذات بعد الانساني والاجتماعي. وبالتالي كنعتقد انه التضخيم ديال هذا الموضوع قبل ايام وشفنا ما يحدث اليوم في مرسيا وما يتعرض له المهاجرين المغاربه في اقليم مرسيا. كنعتقد انه الامر ما بالنسبه الي يعني تم تضخيمه بشكل غير طبيعي.